بما انه الموسم الكروي حيبدا اليوم، هاي توقعاتي لاهم البطولات الاوروبيه هذا الموسم. نبدا بالدوري الايطالي. اتوقع هاي السنه خلاص نابولي اكتفى اخر موسمين قدر يحقق اللقب، بس اتوقع اليوفي والانتر حيتنافسون على اللقب شده، واتوقع اللقب حيفوز به انتر رغم رحيل انزاكي. ننتقل للبطوله الثانيه اكيد الليغا. الدوري الاسباني هاي السنه مشتعل بين ثلاث فرق مثل كل سنه، اتلتيكو مدريد، برشلونه وريال مدريد. هاي السنه برشلونه اتوقع حيقدر يحسم الليغا اصلا من بدري، يعني اولونسو اول موسم تجريبي مع ريال ما اتوقع يسوي شيء، وتعرفون سيميوني فريق الدفاعي صعب اي فريق دفاعي حصل الليغا. نجي البطوله الثالثه الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي او البريمير ليج، عندك هاي السنه راح يكون نار وشرار. عندك تشيلسي، عندك السيتي حيرجع اكيد مع جوارديولا، عندك ليفربول، ارسنال. خلاص يعني اربع مواسم قتاليه كان يتنافس بيها الاخر رمق من البطوله، بس اتوقع هاي السنه خلاص ارسنال حيجيب، اتوقع يعني بنسبه 90% البطوله حيفوز بها ارسنال مع ارتيتا. نجي لاهم بطوله اللي هي بطوله دوري ابطال اوروبا. هذا الموسم بالنسبه لي يعني اتوقع انه بمنافسه قويه وشديده مع نظام البطوله الجديد، واتوقع انه اللقب ما حيطلع من بين هذول الاربع فرق بالنسبه لي: ريال مدريد، برشلونه، وليفربول، وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان قدم موسم اسطوري ذاك الموسم، يعني قدر يطيح باغلب الفرق الاوروبيه، خرج كل الفرق الانجليزيه من البطوله وقدر يجيب اللقب. بس هاي السنه اتوقع برشلونه حيسويها. برشلونه بعد غياب 11 سنه عن البطوله اتوقع خلاص يعني فليك نضجوا اللاعب اللي عنده. عندك تدعيمات مو طبيعيه، راشفورد بالدفاع بكل المراكز. برشلونه قدر يسجل اسامي جديده وقويه، واتوقع ان شاء الله البطوله من نصيب برشلونه بنسبه 100%. وبرشلونه مو بس الابطال حيجيب، اتوقع الثلاثيه ان شاء الله. فيس كابالسا دائما وابدا.